هنتكلم النهاردة على الإزالات في محافظة الإسكندرية وبيانات محافظ الإسكندرية الأخيرة. بيوجه محافظ الإسكندرية بإزالة ورفع إشغالات الباعة الجائلين، متابعة التزام المنشآت بمواعيد الغلق المقررة، وترشيد استهلاك الطاقة، وفرض الانضباط وسيادة القانون، وسط قيام إدارة الحي بتنفيذ حملة بالتنسيق مع وحدة مرافق وسط الشوارع سعد وصفية زغلول والغرفة التجارية والمينا الشرقية البوسطة القديمة. أسفرت عن غلق وتشميع 7 منشآت مخالفة لمواعيد العمل، ورفع 290 إشغال، وتحصيل مبلغ 10,000 جنيه غرامات فورية لكافيهات ومحال تجارية لوضع إشغالات بالطريق العام. استهدفت الحملة أول المنتزه شارع 45 إبلي، وتم تحصيل 10,000 جنيه غرامات فورية من المخالفين لمواعيد الغلق الرسمية، وغلق وتشميع مقهى مخالف والتحفظ على 45 حالة إشغال حرصا على تحقيق الانضباط العام. إزالة فروشات وإشغالات الباعة الجائلين والتعديات بشارع النبوي المهندس، والتحفظ على 38 حالة إشغال متنوعة، وإزالة الحواجز وتيسير الحركة. إغلاق حي غرب 3 منشآت متعددة النشاط مخالفة للمواعيد، وفرض غرامات على منشآت أخرى بقيمة 3000 جنيه، ورفع 60 حالة إشغال.